السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. فالحلقات اللي قبل دوينا على الكون، دوينا على القمر، دوينا على الكويكبات والخطر ديالهم. اليوم غنشوفوا الفوهات النيزكية، أن واحد الفينومين أسترونوميك صعيب. الفوهات النيزكية كاينة في جميع الأجرام. هنا فين كنحطوا السؤال: واش الأرض حتى هو اصطدم بزاف المرات؟ نعم، واخا عندنا غير 200 تقريبا 210 ديال الفوهات النيزكيه اللي كاينه في الارض، ولكن الاجرام الاخرى سورتو القمر كيورينا بان اصطدامات كثيره. دابا ولات كتقل شويه بشويه، كاين ان ايكيليبر في لو سيستيم ولاو تيقلوا. الوغ كما قلنا الفوهات النيزكيه هو حجاره كبيره، اما حجاره ولا حديد كيطيح كيصطدم مع الارض ولا مع الاجرام الاخرى وكيدير واحد الحفره، اما كتكون عاديه كغاتير سامبل ولا تيكون معقده كغاتير كومبلكس. فالمغرب سؤال: واش المغرب فيه الفوهات النيزكيه؟ قبل 2013 ما كانت حتى فوهه نيزكيه في المغرب. فالمختبر ديالنا اكتشف واحد 2 فوهات نيزكيه، دابا ولاو عندنا تقريبا 3 غادي ندوي عليهم في هذه الحلقه. في المختبر ديالنا كنديروا التحليلات ديال النيازك. جا عندنا واحد السيد عنده واحد نيزك حديدي، بغى يشوف واش نيزك ولا لا. فاش درنا ليه التحليله لقيناه نيزك من الحديد. فاش بغى يمشي قال لنا هذا الحديد هذا راه كاين موجود في منطقه ايميل شيل. فايميل شيل كيجيو نصارى كياخذوا هذا الحديد، الناس كيشريو هذا النيازك. فارتئينا باش نديروا واحد البحث مدقق على هذه المنطقه، ومشينا وفعلا لقينا بان كاينين نيازك موجودين. طلعنا عند الناس في الجبل، كاين اللي عنده في دارو، كاين اللي دوزو، كاين اللي كيبيع ويشري فيه. فقلنا اذا مادام كاين بكثره سيغمون غادي يخلي واحد سيكاتريس، واحد العلامه. بان بقينا كنديروا البحث الجيولوجي ديالنا، لقينا كاينين 2 دولاك بحيرات، إسلي وتيسليت. فقلبنا لقينا بزاف ديال العلامات بان كان اصطدام كثير قوي تمايا. منهم لي بريش دامباكت. البريش دامباكت هو الحجر مدقدق ومخلط الحجر الارضي مع النيازك. لقينا لي شاتركون، واحد الكالكير اغران فان، فاش كيتصادم كيكون واحد الزلزال قوي وكيدير لينا واحد بحال كوت شوفال كيسموه شاتركون. لقينا الكوارت شوكي، لقينا بزاف د الميتيوريت، لقينا لي كراتير الحفر على شكل زلافات بومبي. فلقينا بان هذيك المنطقه في 40,000 عام كان واحد الاصطدام قوي تما، وعطانا طاح واحد النيزك 40,000 عام، دخل واحد النيزك حديدي للسماء ديال ايميشين وقسم على 2 وعطانا إسلي وتيسليت. شهر من بعد خرجوا ابحاث علميه، درنا مقالات علميه في جرائد محكمه وخدينا عليها جائزه البحث العلمي. من بعد شهر خرجوا جرائد من اما من روسيا ولا امريكا تيقولوا لنا بان خاص مازال حوايج اخرين باش نكونوا متاكدين 100%. ما قبلوش لينا هذيك إسليوتيسيت باش يدخل باز دو دوني ديال العالمي ديال النيازك. فبالابحاث ديالنا زدنا درنا واحد الطلبه ديال في الدكتوراه تما، لقينا 20 كيلومتر جنوب ايميل شيل واحد حفره نيزكيه سميناها اغودال، فيها جميع المتطلبات باش نكونوا متاكدين 100% بانه عندنا حفره نيزكيه. فسميناها اغودال. هي اول حفره نيزكيه في المغرب، كتبين بان المغرب 40,000 عام، حنا تنقولوا 40,000 عام، واحد المجله علميه في امريكا كتقول 100,000 عام، ولكن المهم حنا عندنا دلائل بان 40,000 عام. و40,000 عام كان الانسان تما. فسيغمون 40,000 عام فاش طاح ذاك النيزك اثر على الانسان تما. فاحنا خدامين مع الايطاليين لان لقينا هذاك لي زوتي بريستوريك في واحد المده ما نقارضوا ديك المنطقه. فاحنا خدامين باش نشوفوا واش الانسان تاثر بذاك السقوط ديال ذاك النيزك ولا لا. وشكرا على انتباهكم، والى الحلقه المقبله ان شاء الله. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي
وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.